لو مستعجلة وعايزة تعملي حاجة لذيذة وسريعة، النهاردة هشارك معاكم أحلى وصفة لفطيرة الطاسة، سريعة واقتصادية. هتحضريها في 10 دقايق بس، من غير فرن ولا عجن، وكمان مكوناتها بسيطة. تابعوا معايا الفيديو لآخره وشوفوا سر كل اللي هيجربها هيطلب منك الطريقة. جيبي بقى نص كيلو بطاطس، قشريها واسلقيها وقطعيها مكعبات صغيرة. انزلي بقى في زيت في الطاسة، وكمان عليهم بصلاية متوسطة، شوحيهم كده لغايه اما يصفر معاكي البصلايه. انزلي بقى بقرنين فلفل رومي وكمان قرن حراق، ده اختياري، وشوحيهم كده تشويحتين. انزلي عليهم بقى بملح وفلفل اسود وكمون، بابريكا وكزبره وكمان كركم. قلبي الخلطه كلها مع بعضيها وانزلي عليها بالبطاطس المكعبات اللي احنا سلقينها. قلبي بقى الخلطه مع بعضيها 5 دقايق، وانزلي عليها بمعلقتين كبار بقدونس متقطعين. شوحي الكلام ده كله مع بعضه وكده الخلطة جاهزة معاكي. ادهني بقى الصينية بتاعتك زيت، هاتي بقى رغيفين عيش سوري او عيش التورتيلا. وهنا يا جماعة مش هنحتاج غير 2 بس. اول واحدة انزلي بيها بعد ما دهنا الطاسة بالزيت. هنا ممكن تستخدم التشريبة بتاعتنا وممكن لا. التشريبة عبارة عن بيض ولبن وفلفل اسود وملح، وطبعا مش هنستخدم كمية كبيرة. هو كل اللي هنستخدمه حوالي ربع كوباية من اللبن وكمان نص بيضايه. في الطبقة الأولى هندهن التشريبة بتاعتنا، وفي الطبقة التانية برضه هندهن التشريبة بتاعتنا، وهنحط بقى الخلطة بتاعتنا، خلطة البطاطس اللي احنا عملناها. لو وصلتوا لغاية هنا في الفيديو ما تنسونيش في اللايك الجميل بتاعكم. انا عايزة اقول لكم يا جماعة، من جمال وريحة الخلطة لوحديها مودية الفطيرة في حتة تانية. وزعي بقى الخلطة وحطي عليها موتزاريلا. جربوا الطريقة دي مرة واحدة بس وهتبقى أساسية عندكم على طول. طبعا لو حابين تضيفوا أي حشوات على ذوقكم، الفطيرة دي بتتظبط مع كل حاجة، لكن أنا عملتها اقتصادية النهاردة. هنا بنقفل الطبقة الأولى بتاعتنا وبنشربها بالتشريبة. بعد كده بنقفل الطبقة التانية برضو بنشربها بالتشريبة، واخر حاجة بنحط شوية زيت وندهن بيها الوش ونحطها بقى على النار. مين كان يصدق ان فطيرة بالطعم ده تتحضر في 10 دقايق بس؟ انا عايزة اقول لكم ان الريحة هنا ما تتوصفش. جربوها وقولي لي رأيكم في التعليقات. بجد انا عايزاكم تجربوها دلوقتي وتوروني وصور شغلكم في الكومنتات، مين هيطلع فطيرته اجمل. حطيها بقى عندك على البوتاجاز على نار متوسطة، ولا هي عالية ولا واطية قوي، واول لما تتحمر من تحت اقلبيها على الوش تاني. شايفين التحميرة يا جماعة؟ مدية لون ذهبي يفتح النفس. هتبقى احلى فطيرة العشاء او غدا. ولو وصلتوا لغاية هنا ما تنسونيش في لايك وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو عشان يوصل لكم كل جديد. وكمان جربوا الوصفة وابعتولي صور شغلكم الحلو عشان افرح بيها واشاركها معاكم. مستنية ابداع. سلام.